السيد اللي نورمالمون اليوم خصو يمشي ويحافظ على الهيبه ديال مؤسسه رئاسه الحكومه، يمشي يحافظ عليها كما فعل من قبله، واخا انه المقارنه لا تجوز، احتراما للسي احمد عثمان واحتراما للروح السي عبد الرحمن اليوسفي والسي عباس الفاسي الله يطول عمره والسي سعد الدين العثماني كيف ما بغى يكون الامر، ولكن على الاقل هاد الناس مشاو احترموا انفسهم واحترموا تلك المؤسسه. هاد السيد اليوم يسيء الى تلك المؤسسه وتيجي تيتكلم ما خلا ما سب النساء. المراه المغربيه تكلم عليها السي انيس وصفها باللارج، قال لها خصك تمشي تزوجي ماشي تقراي. الموظفين اللي اعطيناهم الحق ديالهم في الاجور قال لك مرتشين. الناس اللي كيعبروا على المواقف ديالهم اللي كتكون مختلفه مع الموقف ديالو وصفها باوصاف ان بنفسي انني نتكلم لا بوصف الحيوانات واوصاف الحشرات واوصاف الصلاقط، يعني مصطلحات بئيسه جدا لا تليق بمن كان رئيس حكومه بلادنا. فبالتالي الاخوات والاخوه، أنا اليوم بقاو فيا دوك الناس الحزب ديالو، لأنه كيف ما بغى يكون الأمر هذاك الحزب دافع ناس محمد أوجار واحد الوقت على أنه يبقى كتجمع الوطن الأحرار، ويمكن وما زلنا ندافع خصو يبقى، كاين عنده الناس ديالو كاين اللي كيمثلوا، ولكن بهذه الصورة مؤسف ومؤلم جدا ما وصل إليه. لذلك يجب أن نبقى حريصين جزاكم الله خيرا على الحفاظ على هذا التميز، لأن اليوم احنا متميزين في طريقة العمل، متميزين في طريقة الخطاب، متميزين في تبني القضايا مع سيدنا الله ينصره. احنا اليوم لا يعني منخرطون في جميع الأوراش وننفذها بشكل لازم، ونتبنى القضايا ونشيد يعني الإنجازات الدبلوماسية اللي تتحقق الدبلوماسية ديال سيدنا الله ينصره، في حين أنهما مشاو تيدخلوا في واحد النقاش وتيوصفوا البوليزاريو ببعض الأوصاف وبداو كيتبناو بعض المواقف اللي هي زعما أقول بأنه أصبحت مثيرة للشك. فبالتالي اليوم يجب أن نكون واضحين، يا إما مع المغرب ولا ماشي مع المغرب. وحنا دائما قلنا بأن الخطورة ديال هاد الناس أنه ولاؤهم منقسم بين وطنهم وقضايا أخرى. لذلك اليوم الولاء ديالنا حنا أولا وأخيرا لجلالة الملك ولوطننا ولقضايانا الداخلية ولتازا وجميع أقاليم الجهة الشرقية قبل أي شيء آخر. وأما القضايا الأخرى ذات الطابع سميتو فكاين عندنا مواقف التي تعبر عنها وزارة الخارجية ومواقف ديال الدبلوماسية ديالنا الرسمية حنا منسجمون معها 100%.